كيف تتخلص من ارتفاع السكر الصبح قبل الفطور؟ يوميا تنام بالليل مستوى السكر طبيعي، وتقعد الصبح تلقي السكر مرتفع 130 140 150 200. وانت مدى تلقي حل ومدى تعرف شنو السبب، وتريد تتخلص من هذا، لان انت تعرف انه السكر العالي راح يتلف العين والقلب والكلية والاعصاب. الطريقة حتى تنزل السكر الصبح قبل الفطور، أول شي بالليل توقف أكل أي حلويات ومعجنات، وتقلل كمية الخبز أو البطاطا اللي تاكلها وقت العشاء، وتضيف بروتين للأكل، يعني مثلا قطعة لحم، قطعة دجاج، أو قطعة سمك حسب اللي موجود. أولا يعني إذن اللي دا تاكله بالليل من حلويات ومعجنات زايدة دا يؤدي إلى ارتفاع السكر الصبح، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للناس اللي ياخذون حبوب للسكري وعندهم حباية ياخذوها وقت العشاء، يأخرون أخذ الحباية إلى قبل النوم حتى يعدها وقت كافي بحيث تنزل السكر الصبح، فمن تقعد الصبح تلقي مستوى السكر طبيعي. ثالثا إذا أنت من النوع تلعب رياضة، حاول تلعب الرياضة العصر أو المغرب، لأن مفعول الرياضة حيبدي بعد 3-4 ساعات، يعني يكون وقت النوم ويشتغل خلال النوم، ويساعد على هبوط نزول السكر إلى المستوى الطبيعي، لأنه الرياضة مثل الدواء يساعد على نزول مستوى السكر. رياضة أي نوع رياضة تناسبك، إذا كان مشي 30 دقيقة، إذا كان بايسكل، إذا كان أنت مشترك بجيم، إذا تقدر تسوي العصرية يكون أفضل. مستوى السكر الطبيعي المطلوب الصبح قبل الفطور اللي هو 73 إلى 124، هذا المستوى الطبيعي. شنو يعني المستوى الطبيعي؟ يعني سكرك مستوى اعتيادي، ومستوى السكر الأكثر من هذا راح يبدي يتلف العين والقلب والكلية والأعصاب مع الاستمرار بهذا المستوى العالي وبدون علاج. 124 آخر حد طبيعي، 125 يبدي يضرب العين والقلب والكلية والأعصاب، فأي رقم فوق 124 انتبه تتخذ إجراء حتى ينزل إلى المستوى الطبيعي وتعيش حياة صحية طويلة مع مرض السكر. صيدلانية جنان ومثقف سكري.